السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سلسلة جميلة اسمها سلسلة أفكار أو افتكاسة، وهي إن أنا لو عندي حاجة باظت مني إزاي إن أنا أستغلها أو أستخدمها بدل من إن أنا أرميها. إن شاء الله السلسلة تنول إعجابكم. عملت صينية بسبوسة بس للأسف الفرن خني، فزي ما انتوا شايفين كده نشفت مني شوية. هي طبعا لونها كويس مقبول، بس حطيت لها شربات وزي ما هي مازالت ناشفة. لو زودت الشربات اكتر من كده هتبقى مسكرة جدا. ففكرة كده افتكاسة حلوة. ان انا الفكرة ان انا هسخن عندي كوباية من اللبن، هسخنها كويس جدا وهضيفها عندي على البسبوسة. بعد ما تبرد البسبوسه مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان اللبن، كوبايه اللبن تكون سخنه جدا. هنا يا جماعه انا بعد ما ضفت عليها كوبايه اللبن السخن زي ما اتفقنا، غطيتها بحاجه وسبتها شويه. طريت جدا، وصدقوني طعمها هيعجبكم وتتمنوا انه. ده شكل البسبوسه بتاعتي بعد ما قطعتها. صدقوني يا جماعه طعمها جميل جدا وريحتها كمان، وهي شكلها طرية جدا وناعمة اهي. جربوها وان شاء الله تنول اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.